بصوا يا جماعة، ده حد بعت لي الرسالة دي، حد مسيحي. وبالمناسبة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الكلام اللي هم بيقولوه في الكنيسة هيجي وقت ونطلعه، سواء بالكلام أقول ده القس الفلاني قال كذا كذا كذا، أو بالتسجيل أجيب تسجيل من جوه الكنيسة غير معروض وعرض. وده من إخوانكم وأخواتكم اللي أسلموا وبيروحوا الكنايس بفضل الله سبحانه وتعالى. الرسالة دي أهو. امبارح حصل حاجة غريبة في محاضرة في الكنيسة. كل سبت في محاضرة امبارح الأسقف بيقول مين اللي بيتفرج على معاذ عليان، فسكت شوية وقال قولوا ما حدش يخاف، نص اللي قاعدين رفعوا ايديهم. يعني اول ما قال لهم قولوا ما تخافوش، نص اللي قاعدين رفعوا ايديهم. فضل يقول كلام غريب كده عليك ويضحك ويقول ان انت مش فاهم. يا نهار ابيض، ده اسقف بيقول عليا ان انا مش فاهم؟ ده احنا بنعلمكم الف ب مسيحيه. اسمه ايه الكائن اللي انا كنت بكلمه ما كان فاكر ان رساله يوحنا الاولى مكتوبه بالعبري؟ احنا اهم ترجمه بنعتمد عليها الترجمه العبريه. يعني النص رساله يوحنا الاولى ده موجود في النص العبري؟ ايوه. طيب هو حضرتك اصلا رساله يوحنا الاولى مكتوبه باليوناني مش بالعبري؟ يوناني او عبري، هي الاول بتتكتب بالعبري وبعدين تترجم يوناني. كل الرسائل او كل الكتاب المقدس مترجم من العبري الى اليوناني. حضرة القصة هو يعني معلش أنا آسف، بس محدش من المسيحيين أبدا قال الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. محدش بيقول أبدا إن رسالة يوحنا الأولى أو أي كتاب في الإنجيل متى إن هو اتكتب بالعبري. امال بيقولوا فلا، بيقولوا إن هو يوناني. لا، حضرتك ترجع للأصول وتشوف الحكاية. أصول إيه حضرتك؟ النص مش موجود بالعبري أصلا، رسالة يوحنا الأولى مكتوبة باليوناني. ده إحنا اللي بنعلمكم. أقسم أنا يمكن لو سألت الأسقف ده إيه الصفات الجوهرية مش هيعرفها. إيه الصفات الجوهرية يا شباب؟ الحياة، الخلق، ثلاثة خالقين، الثلاثة أزليين، الثلاثة ضابط الكل، الثلاثة سرمديين يعني ما لهمش لا بداية ولا نهاية، الثلاثة عاقلين، الثلاثة مخلصين، وهكذا. بالله عليك يا معاذ اشهد بالحق. فاكر حوار الأنبا بسادة مع يعني هو شخص ربنا يهديه، فاكره؟ أسألك بالله مين اللي كان قاعد بيعلم التاني بفضل الله يعني؟ والله العظيم انت اللي كنت بتعلمه وبكل فخر كمان. اسقف وبقاله يجي 30 40 سنة اسقف. ما نقدرش نسمي كل واحد اله، هم الثلاث اقانيم اله واحد. البابا اثناسيوس هو اللي قال كده يا فندم، وضع قانون ايمان. نعم، وضع قانون ايمان. البابا اثناسيوس الرسول هو اللي قال الكلام ده. ماشي خلاص، اللي تقول عليه الاب غال للابن. احسنت. وده رب اذا ربنا اهو. مش الواحد بيكلم نفسه احيانا؟ الانبا بشوي قال ان الاب والابن ما ينفعش اقول الله بيكلم نفسه، لان حضرتك كده كانك بتقول ان الله شخص واحد وهو مش شخص، دول 3 اشخاص. تخيل المسيح عايش طول حياته فاكر ان الله شخص واحد في المسيحيه، او ذات واحد، او كائن واحد، ما يعرفش ان هم 3. بيعيش ويموت ما يعرفش. احنا اللي بنعرفكم الكلام ده دلوقتي.